بهذه الفرحة المغربية من كل مكان هناك في المغرب وفي الدوحة، فرحة مغربية في إنجاز كبير، في حدث كبير، باستضافة مميزة نعيشها في المغرب وصولا إلى المربع الذهبي. حياكم الله في المساء الرياضي. نرحب في ضيوف هذا المساء فتح المولدي، مسعود علال، صابر غراوي وبدر الدين الإدريسي. أهلا وسهلا، مبروك، حياك الله وعريس الليلة. مساء الخير زميلي بشاري، مساء الخير لأصدقائي وأحبائي، مساء الخير لكل المشاهدين والمشاهدات الكرام. هي ساعة فرح، سعادة. هو مساء بهيج من المحيط إلى الخليج، هو مساء شاعري من العرب إلى المغرب، هو مساء الصعود للأسود على حساب الأسود. اليوم كان يوم كبير جدا في تاريخ كرة القدم الوطنية. ليس القصد أن المنتخب المغربي عبر إلى الدور نصف النهائي وأكد استحقاقه لكل المراهنات عليه كفريق ممكن أن ينافس على اللقب، ولكن لأن المغرب قطع مع عقدة طويلة المدى. انتظر المغاربة كثيرا لكي يطأروا من المنتخب الكاميروني الذي هزمنا في مناسبتين خلال نهاية كأس افريقيا الأمم، وأيضا تعادل معنا مرة. اليوم بأجمل طريقة ممكنة استحضر المغاربة روحهم الحقيقية، واستحضر أسود الأطلس أيضا أسلوبهم الجميل، ليؤكدوا لكل من ربما انتابه شك خلال المباريات الأربعة الأولى على أنه قادم إلى هذه البطولة ليرفع لقبها وتاجها ويضع النجمة الثانية على صدره. إذن المغرب كسرت وفكت العقدة بأجمل سيناريو ووصلت إلى المربع الذهبي في البطولة الأكبر في القارة السوداء هناك في المغرب، كاف توتال انرجيز 2025. دعونا نتابع معكم هذا الإعجاز والإنجاز للمنتخب المغربي. إذن إنجاز كبير ويستحقون المغرب، جعلونا فخورين سعيدين كعرب في وصول أول المنتخبات العربية، وإن شاء الله يستمر هذا الإنجاز العربي لمنتخب الجزائر وكذلك منتخب مصر. فتحي، تعليقك لوصول منتخب المغرب؟ كانوا رجال، معرفش منين باش نبدا، ولكن الكلمة الكبيرة اللي العنوان الكبير اللي نجم نقولوا الشقالة مغاربة اليوم كانوا رجال، كانوا رجال بكل ما في المعنى من كلمة. قلت إنجاز وإعجاز مشاري. إنجاز وأنه كسر عقدة، والإعجاز الطريقة. الفريق المغربي اليوم حاجة من صدقناهاش الحقيقة، نتفرج وكأنه القوة متاع الفريق الكاميروني البدنية قناها عند الفريق المغربي. الفريق المغربي اليوم الضغط رهيب في الشوط الأول. جرينتا القليب، لا أكثر من القليب، إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا، إمكانيات بدنية فاجأتني. صحيح أنه المغرب لحد الآن انتظرنا المقابلة المرجعية، جات المقابلة المرجعية في موعد حاسم. اليوم صعيب ياسر باش تجبد اسم من وسط المجموعة، تظلم لو تجبد اسم وحيد من وسط المجموعة، لكني باش نجبد اسم اللي ما تنتظروش، ما لعبش المقابلة ولكنه كان لاعب رقم واحد. والجمهور جمهور غير عادي، الجمهور المغربي، الجمهور المغربي جمهور غير عادي. خلينا نعيش الفرحة، نعيش. هذا الإنجاز سبب هذه الفرحة بالطبع. فمش حاجة في الدنيا، الحياة فمش حاجة في الحياة تعمل الفرحة هذه. رينا الأرجنتين شعب كامل خرج للشارع، فما فرحة توحد شعب، وربما إذا كان فما قلوب صافية توحد العرب الكل. لو كانت القلوب صافية، ونتمناو أن القلوب صافية توحد العرب الكل. فماش فرحة، فما حتى فرحة.
تضاهي ما نشاهده، ما شاهدناه في الملعب، ما شاهدناه في باريس، ما شاهدناه في الدوحة، ما شاهدناه في كل أنحاء المغرب فعلا، ولا أكثر من هكا. فما فخر. أنا وقت اللي نتحدث على المغرب وشاهدنا المقابلة مع بعض فما فخر كبير. ما شاء الله المغرب عملت مقابلة مونديالية اليوم، مقابلة مونديالية مستوى عالي جدا. حب تفهم المقابلة؟ قل لي قداش من تصدي عملوا بونو اليوم؟ ولا تصدي، ولا تصدي. كرة مدافعين ما شاء الله، خلي حتى كرة تمر. إذا الفريق المغربي الحقيقة اليوم كان فريق مغربي صنديد في مقابلة من حديد. وخليني أنهي بكلمة فقط ونعطي الكلمة للزملاء. إبراهيم دياز 5 مقابلات 5 أهداف. احنا في تونس ما نعرفش نقولوا 5 وخميس 5 وخميس على إبراهيم دياز، بالخمسة في الخمسة 5 وخميس على إبراهيم دياز. وبعد 5 مواجهات وصلت المغرب بهذا الإنجاز، بهذا التأثير، بهذا الانتصار المميز المستحق ب2 هدفين ولا أروع يا مسعود.